فيلم ملحمي بالمعنى الحرفي للكلمة. شفت فيلم The Odyssey امبارح تقريبا، في أول حفلاته يعني. الفيلم بجد خطير، يستاهل كل الضجة اللي معمولة عليه دي. أحلى فيلم في السنة بدون أي نقاش يعني لحد دلوقتي. كل حاجة في الفيلم حلوة، فيلم ملحمي بالمعنى الحرفي للكلمة. مختلف شوية عن الأفلام اللي نولان عملها قبل كده، شبه الأفلام الحربية أو الأفلام التاريخية اللي كانت بتتعمل زمان، تروي بقى وجلاديتور والحاجات دي. في حاجات في الفيلم فعلا ما شفتهاش قبل كده، ودي حاجة نادرة جدا دلوقتي. لازم تشوفوه في السينما. كل الممثلين في كاست مش طبيعي، مات ديمن، انا هاثاواي، توم هولاند، ناس كتير جدا. السيناريو بتاع الفيلم حلو جدا. الفيلم 3 ساعات ما فيهوش لحظة ملل. أنا فعلا ما حسيتش بالوقت. دخلت السينما الساعة 12 ونص، خرجت الساعة 3 ونص. حسيت إنه مفيش وقت عدى. فلا، الفيلم فعلا ما يتفوتش. وفعلا نولان بيثبت كل مرة إن هو أجمد مخرج موجود دلوقتي بيعمل أفلام. اوبنهايمر كان نفس الكلام، انترستيلر كان كده. في افلام طبعا ما كانتش احسن حاجه، بس الفيلم ده حلو قوي. فلو هتنزلوا السينما في الويك اند ده لازم تشوفوا ذا اوديسي وتقولوا لي رايكم ايه.